الهدف من قصيات ايوب الكعبي لانها نازله من الفضاء، لا يمكن ان تحسب ابدا على انها اهداف عاديه. انا اخترت الحقيقه هدف الاول لرياض محرز في منتخب السودان في المباراه اللي انتهت بفوز الجزائر 3-0. الحقيقه لانه هدف فيه تفاصيل كتيره جدا، بدايه من تمريره بغداد بنجاح لعموره، وبعد كده تمريره عموره لهشام بوداوي، وتمريره هشام بوداوي دي اللي اتوقف عندها كتير جدا لرياض محرز. هشام بوداوي في الاول كان احد اصدقائي الجزائريين جنبي، لما اتاخر عن الكوره كان متوقع ان هو يسددها مباشره بعد تمريره عموره، ولكن اتاخر الكوره بعدت فمش هيقدر يسدد، جه رجعها بالكعب بشكل اكثر من رائع لرياض محرز. وانا ساعتها قلت هشام بوداوي بيجرح ويداوي، لانه في الاول اخطا انه اتاخر على الكره، وبعد كده التاخير ده صنع منها لفته اكثر من رائعه، صنع اسيست بالكعب اكثر من رائع، ورياض محرز قبل الهديه واحرز هدف جميل. الهدف التمريرات الخماسيه اللي بدات من وسط الملعب، تخيل تبتدي من بغداد بنجاح اللي هو راس الحربه وتصل الى رياض محرز بهذه الصوره الرائعه، مع الاعتذار للاشقاء السودانيين لانه طبعا الهدف زعلهم كتير، ولكن كرويا شكله اكثر من رائع. السؤال: من الزملاء يملك هذه اللياقه البدنيه في ان يسجل هدف اقل من الاهداف التي شاهدناها؟ انا مش ولك سبب وانا اعرف السبب جيدا، ونحن نشاهد الهدف لان ذكرك وشبيه لهدف الريال. لا اكيد لهدف للريال. متذكر هدف للريال فيه بوتي وفيه ما هذا هدف رياض ونحن نشاهد. ذكر فتحي تحضيرا هدف يشبه طبعا تقريبا نفس لو بنزيما بتبيع كريم بنزيما وجوتي ولا الريال الجزائري اللي ابهرنا فعلا. والهدف هذا نقول متاع شغل كبير متاع فريق تقريب، فما تلاحق اجيال او تلاحم اجيال في هذا الهدف، لان فيه بغداد بنجاح اللي هو من مخضرمين، في رياض محرز في التنفيذ الاخير، ثم لاعبين شبان معاهم، معناها تقريبا هدف فيه ترى كل الاجيال الجديده والقديمه تاع المنتخب الجزائري هي اللي ساهمت في هذا الهدف اللي نعتبره باستثناء اهداف ايوب الكعبي حقيقه هدف يتقرر جزائريه، لانه كمان هدف كريم بنزيما جزائري كمان فعلا يتدرس، معناها نقولوا يتقرر يتدرس، يحطوه في الواحده في الشاشه والناس تقراه. نعم. بما